لما الست بتصبر على راجل مقرف الناس بتقول عليها رخيصة، ما عندهاش كرامة. ولما بتطلق بيقولوا ليه ما تحملتش عشان عيالها. ولما بتاخد عيالها عند أهلها بعد الطلاق بيقولوا هي جاية تكوم على أهلها بعيالها. ولما بتأجر شقة بيهم عشان ترتاح من الذل بيقولوا دايرة على حل شعرها. ولما تحبسهم في الشقة عشان تروح تشتغل وتصرف عليهم يقولوا يا قلبها سايبة أطفال لوحدهم في الشقة. ولما بتتمرمط بيهم بيقولوا هي مشنوقة بيهم ليه ما ترميهم لابوهم أو لبيهم. ولما تروح المحكمة عشان تاخد من الباشا نفقة أو ترتاح من الشغل وتقعد تفضل عيالها يقولوا عليها ناشز وبهدلت الراجل في المحاكم وعملها سبوبة. ولما بتزهق وتيأس وتستسلم وتسيبهم لابوهم يقولوا المفترية اللي ما عندهاش قلب اللي رمت عيالها. ولما بتقعد كده لا محصلة متجوزة ولا بتربي عيالها يقولوا أصلها مش لها في الجواز ولا ليها في فتح البيت. ولما ربنا بيقدر لها انها تتجوز بيقولوا الولية اللي ماشية ورا نزواتها. ولما ربنا يعوضها فعلا براجل محترم وترجع تدور بس انها تشوف عيالها يقولوا مش اتجوزتي، عاوزة من عيالك ايه؟ كلمتين ونص. ايها الظلمة الضالين المضلين كفاكم ظلم لوصية النبي صلى الله عليه وسلم، كفاكم تجريح، فتلك المرأة ربما تكون في يوم من الأيام أختك أو بنتك. مش كده ولا إيه؟